إخواتي، أنا شفت شهادة هنا لازم أشاركها معكم. بصوا، كتير بنفتكر إن ربنا بيظهر بس جوه 4 حيطان دينية، مش كده؟ أو حتى على الأقل يكون في حاجة ليها علاقة بربنا، زي مثلا وقت الصلاة، أو اللحظة اللي كنت فيها بتغني ترنيمة تحت الدش وربنا ظهر وقتها، صح؟ بس يا إخواتي، جوه حفلة فنك في مكان للأسف في كتير من الفساد، والأغاني دي كلها فنك، صح؟ دايما بتتكلم عن حاجات جنسية. للأسف في حاجات كتير غلط حوالينا، مخدرات وحاجات تانية كتير. وفجأة الملاك ظهر للبنت دي. هتشوف هو قال لها إيه. وأنا فعلا مندهش. بصوا، كان نعمة إني أجيب لكم هنا شهادات بتبني الإيمان. فلو كنتوا حبيتوا النوع ده من المحتوى، من فضلكم اضغطوا على إعجاب، ده بيساعد يوتيوب ينشروا للناس أكتر. وكمان اشتركوا في قناتي، لأني كل يوم عايزكم تكونوا في قائمة صلاتي. كل يوم هكون بصلي صلاة الصبح وصلاة الليل عشانكم، ماشي؟ يا اخواتي، زي ما قلت لكم، كتير بنكون فاكرين غلط ان ربنا بس بيظهر في اجتماع انجيلي، وكمان بنفتكر ان ربنا انجيلي، صح؟ بس يا اخواتي، مفيش الكلام ده في الكلمة. ربنا هو اب لكل اللي بيقبلوا ابنه يسوع كمخلص وخلاص. مش مهم الحالة اللي الشخص فيها، مش مهم هو محتاج يتغير قد ايه. لو هو سلم حياته ليسوع، لو آمن ان هو مات على الصليب علشان خطاياه وقام في اليوم الثالث، في اللحظة دي هو خلاص اتخلص، والروح القدس بيجي يسكن جواه. وطبعا مع الإيمان ده لازم يكون فيه توبة، صح؟ لأنك بتصدق إن يسوع مات علشانك. بس دلوقتي مش عايز تعيش حياة الخطية دي تاني، انت عايز تمشي في طريق ربنا. فالكتاب المقدس بيأكد جدا إن اللي بيعمل إرادة الرب هيفضل للأبد. علشان كده مهم جدا إننا نعمل إرادة ربنا. بس هنا في نقطة مهمة. ناس كتير يا إخواتي بعيدة عن ربنا دلوقتي، وربنا عايز يكلمهم. ربنا دايما بيلمس قلوبهم على فكرة. أنا مرة سمعت بنت بتحكي شهادتها في كنيستي إنها كانت بعيدة عن طريق الرب، وكل مرة كانت بترجع للبيت سكرانة في نص الليل. كانت بتشرب كتير ودايما متورطة، صح، مع شركاء كتير. ودايما لما كانت ترجع البيت كانت بتحس برغبة كبيرة جدا إنها تصلي بألسنة غريبة، وكانت فاكرة إن ده نوع من التجديف، لأنها كانت بتقول لنفسها: أنا مش جاهزة، أنا مش في قداسة، أنا بعيدة عن طريق الرب. بس بعدين هي حكت الشهادة في الكنيسة إنها قررت تصلي، وكل مرة كانت بتصلي بألسنة غريبة، وطول الشهر كانت تعمل حاجات غلط وبتصلي بألسنة، لحد ما جه يوم وبصت جوه نفسها وجالها إحساس توبة قوي جدا. شافت القذارة اللي كانت فيها، فاهم؟ الحالة اللي كانت مزرية. وساعتها تابت وقالت في الكنيسة إنها مؤمنة إن ربنا خلاها تصلي بألسنة علشان تبني نفسها. يا إخواتي، ربنا إله نعمة ورحمة. قبل ما ينزل الحكم، لو بصيت في الكتاب المقدس، كان بينزل نعمة ورحمة. فده هو ربنا بتاعنا. بس وأنا برجع أتكلم هنا عن الملاك اللي ظهر للبنت دي، بدأت أفتكر شوية مواقف ربنا زار فيها ناس عن طريق ملايكة. بس يا كنايس، كان في لحظة دينية. فكر كده، مثلا في يعقوب كان بيهرب من أخوه عيسو، وكان بيخدعه. فعلا خدعه، يعني كان خارج مشيئة ربنا. بس هو كان تعبان. هناك في بيت إيل حط راسه على حجر، وفجأة حلم، وربنا كشف له إن المكان ده فيه بوابة، والملايكة كانوا بينزلوا ويطلعوا على سلم. احنا كمان بنشوف مثال تاني مع بلعام. فاكر بلعام؟ النبي اللي كان في عصيان لأنه أخذ عروض من الملك بلاق علشان يلعن بني إسرائيل. فكان رايح يلعن، يا إخوة تخيلوا معايا، نبي راجل ربنا رايح يعمل شر، يلعن بني إسرائيل. وفجأة في نص الطريق، الحمارة اللي كانت معاه شافت الملاك قدامه. هو نفسه ما شافش لأنه كان أعمى روحيا، لكن الحمارة شافت ووقفت هناك. وباختصار القصة، هو بدأ يضرب الحمارة والحمارة كلمته. ربنا استخدم الحمارة عشان ينبه النبي ده. احنا كمان بنشوف مثال الرعاة اللي كانوا في بيت لحم، فاكرين ده؟ ربنا كان ممكن يزور الكهنة في الهيكل في أورشليم، لكن ربنا فضل يزور الرعاة هناك في بيت لحم، رعاة الغنم، ناس بسيطة المجتمع كان بيتجاهلهم، لكن هم استقبلوا أعظم خبر في تاريخ البشرية. شوف قد إيه ده شيء مثير. ربنا احتفظ بأحسن حاجة للبسطاء.
وفي هناك شافوا جيش ضخم، آلاف وآلاف من الملائكة في السماء، وكانوا بيقولوا لبعض: المجد لله في الأعالي وسلام على الأرض للناس اللي ربنا راضي عنهم جدا. فاحنا هنا بنشوف نعمة ربنا مرة تانية. وكمان مثال تاني جه في بالي دلوقتي هو كورنيليوس. فاكرينه؟ كورنيليوس ما كانش يهودي، فكر في كده، هو كان أممي، هو كان روماني وكان عسكري. وفجأة ظهر له ملاك في بيته وقال له: بص، دور على راجل اسمه بطرس لأنه هيبشرك بالإنجيل وإنت هتخلص من خلال الإنجيل. الموضوع مثير للاهتمام يا إخواتي، إن الملاك هناك قال إن الكنيسة هي اللي هتعمل الفرق ده. فإحنا يا إخواتي إحنا الكنيسة. مش بقول إنك ما تروحش المعبد الديني، أنا بروح الكنيسة وأنا مع ده تماما. وكمان الكتاب المقدس بيقول في رسالة العبرانيين الإصحاح 10 إننا ما ينفعش نسيب تجمعنا ككنيسة. يعني مهم جدا نكون مجتمعين مع إخواتنا علشان نشجع بعض، خصوصا وإحنا عارفين إن يسوع راجع تاني. دلوقتي هنتكلم هنا عن حالة تانية فيها ملاك، المرة دي ظهر في حفلة الفانك. ركز معايا، الموضوع عظيم، وفي الآخر هنعمل صلاة. أنا عايز أصلي علشان أنت اللي بعيد عن طريق الرب. ربنا هيتكلم معاك النهاردة وهيلمسك. أمين. المجد لله. يلا نشوف. ما ينفعش تروح الكنيسة وتعمل حضور وخلاص. أنا دايما بقول كده في العظة اللي بقدمها يوم الخميس في كنيستي الإيمان والنصر، دايما بقول كده: ما ينفعش تسيب بيتك وتلبس حلو وتحط عطر وتستهلك جزمتك وتصرف على أوبر أو أي وسيلة مواصلات عشان تروح الكنيسة وتعمل حضور وخلاص. ليه في الكنيسة؟ عشان النهاردة يوم العبادة. لا، أنا مش بتكلم عن كده، أنا بتكلم عن المخدع، أنا بتكلم عن القرب، إنك تتكلم وتسمع، إنك يكون عندك خبرة وتعرفي ربنا. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نجرب ونعرف ربنا، هو بيسمح بكده. فده اللي أنا بتكلم عنه، إنك تعرفي ربنا. كارول، وبرضه روحتي؟ أيوة رحت، لأني كنت إنسانة وحبيت أشوف لو هينفع ولا لا. بصراحة أنا حاسة إني كنت بجرب ربنا، لأني كنت عارفة إني مش المفروض أكون هناك، وبرضه رحت. يعني أنا رحت لأني كنت تايهة، لأني كنت زعلانة، لأني كنت ضعيفة، لأني كنت حزينة. أعتقد إن أكبر دافع لكل الحاجات اللي مريت بيها مشاكل مشاكل مشاكل، أيوة؟ من كل المشاكل اللي مريت بيها كان الحزن. كان الحزن، الوحدة هناك هي وحدة، خيبة أمل، اكتئاب كمان. اكتئاب. أنا مريت بدورة وعديت بفترة اكتئاب عميقة جدا، اللي فيها بصيت وقلت: أظن دلوقتي هكلم فلان عشان يصلي لي، هكلم علان، أظن لو طلبت أروح كنيسة الأخ ده حتى لو ما كنتش مؤهلة قوي إني أكون هناك، بس عشان الدعم والحضن بيروحوا. فكده أنا ما زعلتش من ده وما كنتش زعلانة بسببه، أنا كنت زعلانة قبل كده أصلا، صح؟ ورحت لأني بدأت أحس فجأة إني ممكن ألاقي حاجة مختلفة. ولازم أقول لكم إني رحت حفلة الفانك. في الحقيقة أنا حتى ما كنتش ناوية أروح، وكان في كمان 3 تانيين مش ملتزمين. دائما فيه، صح؟ المبروث الشيطان دائما فيه مبروث شيطان ياخدك ويخليك تغلط. ممكن تكون مفلس، بس دايما في حد يجي يقولك: يلا بينا أنا هدفع. عارفة، ده الصوت الشرير اللي بيكلمك. فقلت لنفسي: أنا مش بعمل حاجة، كنت في الامتحان أصلا. قلت: أظن إني هروح. يا جماعة والله أنا مش بنتقد اللي بيروحوا بجد يعني، بس بالنسبة لي الموضوع مش منطقي. أنا كنت بقول كده حتى قبل ما أعرف. فقلت لنفسي: عارفة إيه؟ هروح. وبالفعل لبست لبس مناسب وطلعت ورحت. روحت، قلعت هدومي وجهزت نفسي. روحت. يا جماعة هقول لكم حاجة، هو أنا وصلت هناك وكان في صوت توتي توتي عالي كده، توتي 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 توتي. بصيت على الناصية يا جماعة، شفت كنيسة أنا كنت رحت وعظت فيها كندا، والحاجة دي كسرتني. وبعدين لفيت على الشخص اللي كان معايا وقلت له: نمشي؟ فقال لي: إزاي؟ إحنا لسه واصلين. قلت له: أيوة نمشي، يعني خلاص إحنا وصلنا صح دلوقتي نمشي. فقال لي: لا ده فلان جاي ومش عارف إيه. ما مشيناش، وده زعلني جدا. قلت: يا رب أنا وعظت هنا فعلا وكده. يا نهار أبيض. فضلت قاعدة هناك والصوت عالي جدا، وأنا كنت كده حاطة صباعي في ودني، وده عادة في العيلة مع الصوت العالي ده. كنت قاعدة كده وقلت: يا يسوع
أنا الصوت العالي. وبما إنه كان حفلة في منطقة عشوائية بتشوف ناس أخلاقهم مشكوك فيها. أنا رحت حفلة في الحارة، دلوقتي شوف بنفسك. يا ساتر الموضوع تقيل. أنا في الموضوع ده أنا يا جماعة هقول لكم، أنا حتى ما كنتش عارفة، لما بصيت كده قلت إيه ده؟ الواحد بيتخض. وأظن الناس لاحظوا إني كنت تايهة هناك، صح؟ وبعدين يا جماعة جه وقت الحفلة وما خدتش وقت طويل خالص، ماشي؟ وأنا قاعدة بتكلم هنا مع البنت وكل الناس اللي هناك كانوا قرايبهم، وإحنا بنتكلم هنا أنا والبنت هنا، سمعت صوت بيقول كارولين. أنا اتخضيت في اللحظة دي، ولما لفيت كده كان في ملاك واقف. ممكن ما تصدقنيش وده يرجع لك، مفيش مشكلة، كان نفس الملاك اللي شفته يوم اتعمدت بالروح القدس. يا ساتر. فهمت إن الملاك ده كان مختلف، وقال لي كده: أنا ما قلتلكش لو بعدتي إيه اللي هيحصل لك؟ أنا ما نبهتكش لأني كنت مكسورة، حياتي كانت مدمرة ومتشقلبة فوق تحت. أنا ما قلتلكش أنتي بتعملي إيه هنا؟ أنتي بتعملي إيه هنا؟ مش عشان كده أنا ناديتك؟ شوفي أنا محضرة إيه لحياتك. يا رب أنا ناديتك باسمك، يا رب ارجعي لبيتك. أنا قلت يا جماعة لازم أروح البيت دلوقتي. وفي اللحظة دي كان الكل خلاص مش مركز، محدش فاهم حاجة، وكلهم بيتكلموا كلام مش مفهوم. الملاك ناداني باسمي وبدأ يتكلم معايا. في اللحظة دي كان المشهد كأنه في فيلم، حواليا كل حاجة بقت بطيئة وكأنها بالتصوير البطيء، وكان فيه هدوء تام، ما سمعتش أي حاجة، لا كان فيه صوت ولا أي حاجة خالص. كل اللي قدرت أعمله إني أبص للملاك ده واقف قدامي. أنا اتأثرت جدا وقلت لهم يسوع هنا. قبل ما أخلص الجملة البنت اللي كانت معايا قالت يسوع هنا. قلت لها أنتي حاسة بقشعريرة؟ قالت لي يا بنتي أنا جسمي كله مقشعر. قلت لها أيوة. يا سلام. قلت يسوع هنا. وبدأوا يبكوا. قلت يا جماعة إحنا مش خارجين عشان نضيع، يلا نروح الكنيسة، يلا بينا، إحنا كلنا أواني. هناك الكل محدش فضل زي ما هو. في ناس اتجوزت وناس اتكرست وناس ترقت في المناصب، في ناس حياتها اتصلحت وناس اتجوزت، يعني محدش فضل زي ما هو بعد الحفلة دي بتاعت الفانك. مفيش حد كمل للآخر في حفلة الفانك. كل الناس رجعت بيوتها عشان كلهم مؤمنين أو أولاد مؤمنين أو ناس بعدوا عن الطريق أو مرسلين أو شمامسة. كل واحد كان ليه حاجة هناك. والصوت ده اللي سمعته انت ما شفتش حاجة؟ كان بس لا أنا شفت. انت شفت كان كائن روحي. شفت، ما شفتش وشه، بس شفت إنه راجل لابس أبيض، هدومه بتلمع، واقف قدامي، ناداني باسمي. كنت واقفة ورا، ناداني باسمي. لما لفيت كان واقف قدامي، وورا منه كان فيه الصوت، وهو كان بيتكلم بطريقة واضحة. ما سمعتش أي حاجة حواليا، أنا بس لفيت تاني وقلت كده يلا نمشي، يسوع هنا. ومن ساعتها مشيت ومرجعتش أبدا في حياتي، أبدا في حياتي. يا جماعة إحنا زي ما بيقول الترنيمة بتاعت فرناندا بروم، دي حقيقة، اللي دخل قدس الأقداس عمره ما يعرف يعيش في أي مكان تاني. لا ما يعرفش. ملهاش أي معنى عندي أسيب بيتي، فاهمة؟ وأروح أماكن معينة أنا مش حاسة براحة، روحي بتحزن، أنا بزعل لما بشوف، فاهمة؟ يا بس فلانه بيشرب، فلانه هنا بيشرب حاجات، أنا بزعل، روحي بتحزن. أنا بركع على ركبتي، أنا بصلي، أنا عندي هدف إنه لما بصلي الفجر بقدم تليفوني للرب، ودايما بقدم الناس اللي محفوظين عندي في الكونتاكت والناس اللي بيتابعوني على السوشيال ميديا دايما بقدمهم للرب. عارفة؟ أنا شايفة إن ده أحسن من إني أذكر أساميهم، وبقدمهم للرب. فأنا كده بطلب من ربنا إنه يوصل ليهم وينقذهم ويشفيهم ويحررهم. وأنا مؤمنة إن كل اللي مريت بيه كان علشان ما يبقاش في حد يقول لي أنتي أصلاً مش عارفة أنتي بتتكلمي عن إيه، وأقدر أقول كده. فأنا جربت ده بنفسي في الفترة دي. وقتها عملت تاتو لأني كنت شايفة إنه شكله حلو وكنت عايزة أعمله. ودلوقتي الروح القدس بتاع ربنا بيخليني مش مرتاحة. كل مرة بكون فيها بوعظ بحس بعدم راحة بسبب التاتو ده، بس فهمت إنه جزء من شهادتي. المجد لله يا أخواتي، يا لها من نعمة، صح؟ بصوا، دي كارولين ريبيرو، هي مغنية، أنا ما كنتش أعرفها بس شفت إنها بركة، وغالبا هي شافت يسوع، صح يا أخواتي؟
هي قالت إنه كان ملاك، بس أنا مؤمن إنها شافت يسوع هناك. وكمان هي ما قدرتش تشوف وشه، بس إنه نداها باسمها وقال لها حاجات شخصية قوي، صح؟ يا إخواتي، البودكاست ده هو بودكاست رايز جاسبل، وإحنا هنصلي دلوقتي. أمين. يا رب يرجعك ويشفيك. أنت اللي تأثرت زي ما هي قالت، اللي دخل قدس الأقداس عمره ما يعرف يعيش في مكان تاني. بص، ما فيش يا إخواتي، إحنا عندنا الروح القدس، هو زي المغناطيس، لما تستخدمه بالعكس بدل ما بيجذب هو مش بيسيب. فاهم؟ مش بيسيب حد يقرب، لأن النور والظلمة يا إخواتي ما ينفعوش مع بعض. بس في حاجة اتعلمتها يا إخواتي كل يوم أكتر، النور عمره ما بيخاف يدخل في الظلمة، وده اللي حصل هنا. بص، النور بيروح فين ما تكون الظلمة، ويسوع بينقذ الناس. هو جاي لحد عندي في أوضتي الضلمة، في حياتي اللي كانت من غير معنى ومهملة، يسوع جه هناك وأنقذني. فلو أنت عايز تتلقى صلاة، غمض عينيك دلوقتي، أنا عايز أصلي لك. وفي الآخر ما تنساش تشارك الفيديو، في ناس كتير محتاجة تسمع شهادة مؤثرة زي دي. آمين. المجد لله. يلا نصلي. يا رب، يا إلهي ويا أبويا، إحنا واقفين قدام حضورك الرائع في اللحظة دي. يا رب شكرا قوي على الهوى اللي بنتنفسه، شكرا على الروح القدس اللي ساكن جوانا. إحنا اللي سلمنا حياتنا للرب يسوع. بس يا أبويا في اللحظة دي أنا عايز أتشفع للناس اللي بعيدين، اللي تايهين، اللي مش عايشين في القداسة. وفي ناس حتى عايشين مع حد وهم عارفين إن الشخص ده مش من عند ربنا ومش بيرضي الرب. يا أبويا في ناس هنا دلوقتي متورطين في إدمانات زي العادة السرية، أفلام إباحية، دعارة، وحاجات كتير غلط. يا أبويا متورطين في الكذب. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم الراجل والست دول اللي دلوقتي في قاع البير. الحياة ماشية غلط من كل ناحية، مفيش حاجة بتنجح، مفيش حاجة ماشية صح. ممكن يكون يا رب وده عشان الشخص ده بعد عنك، عشان كده أنا بطلب منك دلوقتي يا رب أنقذ الخراف الضيعة. أنت الراعي الصالح يا يسوع، أنت اللي بتسيب 99 وبتدور على الخروف الواحد اللي اتعلق في فخاخ الدنيا دي، اللي اتخدع ووقع في مكائد الشيطان. يا يسوع رجع الخروف ده النهاردة يا رب، شيله على كتفك ورجعه تاني ل10 الإخوة التانيين في عيلة الإيمان. يا رب شكرا لأنك مش مربوط بمكان واحد، أنت مش محبوس جوه كنايس معمولة بإيدين بشر، أنت اللي بتيجي تسكن جوانا حتى وإحنا خطاة وضعفاء. مجرد إننا نتوب ونؤمن بيسوع ونطلب مساعدتك ونطلب نجدتك ونظهر توبة حقيقية. كلامك واضح أنك عمرك ما ترفض الناس دي، دايما بتيجي وتقابلهم. عشان كده أنا بطلب منك يا يسوع، خلي النهاردة يكون يوم حاسم في حياة الشخص ده، وخليه عمره ما يبص وراه تاني يا أبوي، لكن يخليها تاخد قرار، علاقة، التزام وعهد معك. يا رب يسوع شكرا قوي يا رب على اللحظة المميزة دي. ودلوقتي أنا بطلب منك يا أبوي إن الشهادة دي توصل لآلاف وآلاف من الناس يا أبوي، وإنك تقدر تستخدمنا عشان ننقلها ونشاركها مع ناس كتير على الواتساب. يا أبوي باسم يسوع إحنا بنصلي وبنشكرك من دلوقتي. آمين. المجد لله. هللويا. المجد لله. يا إخواتي بصوا، أنا مبسوط جدا إنك وصلت لحد هنا، وأنا مؤمن إنك استفدت كتير. ودلوقتي هسيب لك هنا على الشاشة بص شهادتين ما ينفعش تفوتهم. بص الموضوع جامد جدا، الحاجات دي هتفيدك قوي. ماشي؟ أنا مستنيك هنا. يلا دوس على الزر، ربنا يباركك بقوة، حضن كبير ليك.